رمضان شهر الخير يا حبايب، نجتمع فيه بالقلوب الطيبة من بلاد لبلاد، والقلوب تسير نعلم الأخلاق ونزرع المحبة. يا زينة شهر بالليل نلتقي، نفطر سوا وبالدعاء نلتقي. في كل مكان الأجواء بتحلى، رمضان حول العالم دايما يتجلى. الفوانيس تتلالى في كل حارة، وراحة الأكلات تحلم المصارة من أسوأ رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن. أهلا وسهلا بكم يا أحلى مستمعين في حلقة جديدة من برنامج رمضان حول العالم على إذاعة صدى الجمهورية. حلقتنا النهاردة عن بلد رائع بتقاليده وجماله، بلد بنسمع عنه كتير، المغرب. حلقتنا النهاردة مميزة وهنستكشف مع بعض الدقة المراكشية، وكمان نتكلم عن روحانية الأذان بالإضافة للأكلات المغربية المميزة. الدقة المراكشية، أول حاجة لازم نبدأ بيها هي الدقة المراكشية. يا ترى حد فيكم يعرف هي ايه؟ الدقة المراكشية دي موسيقى شعبية مغربية مشهورة، بتعزف بالأدوات التقليدية زي الطبل والبندير، وبتدي جو جميل جدا في رمضان خصوصا في مراكش. بتعتبر جزء من الطقوس الرمضانية، وبتحسس الناس بجو الفرح والانتماء. والجميل في الموضوع ان الدقة مش بس موسيقى، دي طاقة إيجابية بتهدي النفوس وبتجمع الناس كل ليلة. تسمع الدقة بتشتغل في الأحياء الشعبية، وكل حد يبدأ يغني ويرقص عليها. روحانية الأذان في المغرب، بتميز المغرب في رمضان هي بروحانية الأذان، وفعلا الناس في المغرب بيستشعروا الأذان بطريقة خاصة جدا. ده بيبقى مميز خصوصا وقت المغرب في رمضان. كل المساجد هناك بتتزين، والأذان بيكون بصوت عذب ومليان بالروحانية. كمان في مساجد كتير بيكون فيها مؤذنين بأصوات مميزة، بيخلوا الناس تحس بسلام وروحانية فظيعة. المغاربة كمان بيحرصوا على حضور صلاة التراويح في المساجد اللي بتكون ممتلئة بالمصلين، والجو بيبقى مليان بالإيمان، ودي حاجة بتبقى مميزة في رمضان عندهم. الأطعمة التقليدية المغربية، نيجي بقى للأكل، ودي أكيد حاجة مهمة جدا عند المغاربة في رمضان. المغرب بيتميز بالأكلات شهية ولها طابع خاص زي الحريرة والبروات والشبكية. خليني أبدأ معاكم بالحريرة اللي بيسموها هناك ملكة السفرة الرمضانية. الحريرة دي عبارة عن شوربة بتتكون من الطماطم والعدس والحمص والشعرية مع بهارات المغربية الخاصة، وطبعا لازم تتقدم مع التمر اللي بيبقى جزء أساسي من الإفطار. أما البروات فهي زي مثلثات من العجين محشية باللوز، وبتتغمر في العسل بعد ما تتقلي. طعمها بيبقى لذيذ جدا. وآخر حاجة لازم نتكلم عنها هي الشبكية. دي حلويات مغربية تقليدية بتتعمل من عجينة مميزة، بتتغمس في العسل وترش بالسمسم. الشبكية بيبقى ليها شكل جميل وطعم رائع. التواصل الأسري والاجتماعي، وبجانب الأكل العيلة في المغرب بتجتمع دايما في رمضان، وده بيبقى وقت مميز عندهم جدا. السفرة بتتجمع، الكل بيشارك في تحضير الأكل، والأهل والجيران بيبقوا حوالين البعض. كمان في عادات إن الأهل والجيران ممكن يتبادلوا الأكل فيما بينهم، وكل حد يشارك اللي عنده مع التاني، وده بيزيد المحبة والترابط بين الناس. يا ترى استمتعتوا معانا بحكايات المغرب في رمضان؟ بجد كان لنا رحلة جميلة مع الدقة المراكشية وأجواء الأذان والأكلات اللذيذة زي الحريرة والبروات والشبكية. متشكرة جدا لكم يا أحلى مستمعين، وبإذن الله استنونا بكرة في حلقة جديدة من رمضان حول العالم، نكتشف فيها بلد جديد وعادات رمضانية مختلفة. كانت معكم آية أشرف، في أمان الله.